تضايقش نفسك كده معلش. سيرها تتعدل وتعطر فيه. اعطر فيها؟ امتى؟ العمر ما بقاش فاضل فيه حاجه. ربنا ليه حكمه في كل حاجه. انت اللي قايل لي كده. ونعم بالله. ربنا يرزقنا الطاعه ويسلط علينا عقلنا ونشد. قد ايه البني ادم مهما كان باين انه قوي ومبسوط لازم تلاقي حاجه منغص عليه عيشته. ربنا اللي قال كده، قال وخلقنا الانسان في كبد. انت اغرب واحد انا شفته في حياتي. جواك كتير جوه. واحد بيحب الحياه وغاوي الانبساط. واحد راح اتجوز بدل واحده 4. واحد بيحكم بالعدل. واحد تاني خالص بقى ماشي في الدنيا يدور على ابنه اللي ضاع منه. توهتني معاك يا معلم، انت مين فيه؟ والله ما بيتفهم يا سيف. اوقات بقعد افكر لو طلقت واحده من مراتاتي هتكون مين؟ ملاقيش ولا واحده ينفع ان اطلقها. كل واحده فيهم عامله لي زحمه في دماغي عشان ما اقعدش مع نفسي وافكر في ابني اللي تايه من غير اب يرعاه. قعدة الواحد لوحده بتجنن. انا شقيت وتعبت يا سيف في الفلوس اللي عملتها. اتعلمت حاجه من الدنيا. اتعلمت ان كان لازم يبقى ليها ظهر. الدنيا ما بترحمش. تخيل كده، واحد زيك ماشي يدور على ابنه بقاله 19 سنة. واحد زيك أبوه سابه من قبل حتى ما يشوفه. الحمد لله. انا لو لقيت ابني زيك كده يا سيف صلب طوله كرامته عنده اهم من اي فلوس، يمكن كنت ارتحت. على الاقل ابقى مطمن عليه. اقول لك على حاجه بس ما تاخدش في نفسك مقلق. عارف لو وقفوك انت وكل العيال اللي في دورك صف وقالوا لي اختار واحد فيهم يبقى ابنك، اختارك انت. واد جدع مرموم الله يرحمها، صلب عوده. ابوك لو شافك هيضرب نفسه 100,000 جزمه على كل لحظه ضيعها وهو بعيد عنك. خلي بالك احنا اصحاب، ها؟ ما تاخدناش بقى في سكة انت زي ابني وكلام العواجيز ده. ما خسرانة بصراحة. تصدق انك عيل ما عندكش دم. كل ما افتح لك قلبي وافضفض تخليني انت.